السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعض نقول بسم الله ونبدأ طريقة عمل البانكيك. البانكيك ده بقى من أسهل الحاجات اللي تقدري تعمليها بسرعة وسريعة. حد جالك ضيوف جعانين في وسط اليوم أي حاجة، أنا عملتهم للفطار الصبح. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. أنا هنا عندي كوباية من الدقيق، ومعايا كوباية من الحليب، وعندي بيضة ومعلقتين من السكر ورشة ملح وبيكنج باودر وفانيليا ومعلقتين من الزبدة. هنا انا حطيت كل المكونات بتاعتي في الخلاط. انا حطيت الحليب وعليه السكر والبيضة، وحطيت البيكنج باودر ورشة الفانيليا ورشة الملح ونزلت بمعلقتين الزبدة. يعني حطيت كل المكونات اللي عرفتكم عليها في البداية، وضربت كله في الخلاط. عندك خلاط، عندك هاند بلندر، بالمعلقة، مضرب البيض، اي حاجه تقدري تعمليها كده. المهم العجينه بتطلع تقيله، يعني ما بتبقاش خفيفه قوي. هنا انا دهنت المقلايه بتاعتي بالزيت كده، ونزلت عليها بالعجينه، بس لازم تدهنيها بالزيت. وبتنزلي عليها بالبانكيك كده، وبعد كده بتقلبيه. لما يستوي على الجنب التاني هتلاقي الطروف بتاعته خلصت، هتعرفي ان انت لازم تقلبيه. وده كانت الكميه بتاعتي. انت الكميه ممكن تضاعفيها، يعني عادي عايزه تعمل كوبايتين، كوبايه، المهم هي المقادير ثابته. وكان بجد طعمه جميل وحلو. ولو عجبك البانكيك بتاعي او عجبك الفيديو بتاعي، ما تنسوش تشتركوا في القناة. سلام.